يلا نعمل الحواوشي بأسهل طريقة وأسرع طريقة. طعمه هيبقى تحفة وولادك هيحبوه جدا، مش هتبطلي تعمليه، وكمان موفر. أول حاجة هنكون مجهزين عندنا عيش بلدي، تعرفي بس إن انت تفتحيه، يعني ما يكونش العيش معجن في بعضه، علشان تعرفي تفتحيه وتحطي جواه الحشوة. وبعدين هنجهز الحشوة بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسيش تشتركي في قناة وصفة هتعجبك، لأن كل الوصفات اللي فيها هتعجبك إن شاء الله، وهتضغطي لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد بيه. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا على بركة الله. اول حاجه انا عندي هنا بصلايه كبيره قطعتها كده علشان بس الكبه تعرف تشتغل او تعرف تطحنها كويس قوي، لان انا عايزه اطحنها وكمان هصفيها من الميه اللي هتبقى فيها علشان الميه ما تخليش العيش يطرى. نفس الطريقه دي برده لو هتعملي حواوشي اسكندراني اللي هو بالعجين، يعني هتعملي عجينه وهتحطي جواها الحشوه، برده هتصفي الخضار من الميه كويس قوي علشان العجينه او العيش بتاعك ما يتبلش ويتبهدل ويبقى كده يبوظ في الفرن. ضربته كده، وضربت كمان فلفلتين وفص توم وضربتهم كلهم في الكبه كده. عندي الخضار جاهز ومطحون كويس قوي. طيب لو مفيش كبه تقدري تعملي الموضوع ده كله بالمبشره، ولو مفيش مبشره بقى يبقى ربنا يعينك، هتقطعي البصل صغير خالص وهتقطعي الفلفل صغير خالص على قد ما تقدري. وطبعا في حاله التقطيع الخضار مش هينزل ميه، فمش هتعصري ساعتها الخضار. انا هحاول اعصر كده الفلفل على قد ما اقدر علشان بس يطلع كل الميه الزياده اللي فيه دي، علشان الحشوه عندي ما تبقاش يعني فيها ميه كتير كده او تبوظ العيش او العجينه بتاعتي. هقول لكم كمان على خلطه البهارات اللي هحطها، وبصراحه هي دي اللي بتعمل الطعم الحلو قوي. وفي حاجه كمان بتديكي بقى نفس الطعم اللي بتاع الحواوشي اللي بتجيبيه من بره بالظبط، اللي هي الليه. بس طبعا الليه مش كل الناس بتستحملها، اللي هي الدهن اللي بيتجاب من عند الجزار، تمام؟ طبعا احنا عارفينه، يعني ده الناس كلها عارفاه، بس مش كل الناس بتستحمله، هو بيبقى تقيل شويه على المعده. بتجيبي الدهن او الليه دي، والسندوتشات وهي في الفرن كده بتبداي تحطي عليها كده على كل سندوتش حته صغيره وتسيبيه يسيح كده على السندوتش. طبعا السندوتش ده لازم يتاكل وهو سخن، طالما عليه دهن او عليه ليه او حاجه من دي يبقى لازم يتاكل وهو سخن، علشان الدهن ده لما بيجمد بيبقى صعب ان حد ياكله، تمام؟ فهي دي المشكله الوحيده اللي فيه. فبصراحه انا كل مره بعمل الكفته او بعمل الحواوشي بحب ان انا استخدم الدهنه البلدي دي جدا، بس المره دي هي مش متوفره عندي، بس بصراحه انا بنصح بيها، والدكاتره كلهم قالوا ان الدهن الحيواني ده بيكون احسن بكتير من السمنه ومن الزيوت المهدرجه ومن الحاجات دي كلها. بس اللي يستحمله بقى بصراحه، يعني هو بيبقى تقيل شويه، فمش كل الناس بتقدر تتحمله، لو كبار السن مش هيقدروا ياكلوه، ولو اطفال برضه يبقى تقيل شويه عليهم. حطيت بقى هنا معلقه كبيره من الملح لاني لسه هحط اللحمه، فطبعا هي معلقه هتبقى مظبوط قوي على كل المكونات دي. نص معلقه صغيره كزبره ونص معلقه صغيره فلفل اسود، والكزبره بتنقل الحواوشي لحته تانية خالص، يعني سيبكوا بقى من خلطه البهارات والحاجات الجاهزه دي كلها، حقيقي الكزبره هي اللي بتعمل فرق فظيع. وعندي هنا معلقه كبيره من بهارات الحواوشي. طبعا بهارات الحواوشي متوفره عند العطار، في بهارات الكفته وبهارات الحواوشي، بهارات الفراخ وبهارات اللحمه، كل البهارات دي موجوده، بس البهارات دي انا بعملها في البيت، تمام؟ وهعمل لكم ان شاء الله فيديوهات عن كل تشكيله بهارات انا بعملها، وازاي بعمل بهارات اللحمه وبهارات السمك وتوابل الدجاج وتوابل الحواوشي وتوابل الكفته. ان شاء الله هعمل لكم سلسله الفيديوهات دي قبل رمضان بحاجه بسيطه علشان نعملها ونجهزها لرمضان. طبعا هنضيف معلقه كبيره من المستردة، والمستردة بتعمل طعم مميز قوي، بتدي طعم حلو قوي قوي بجد يعني اهو. بس هي العلبه بصراحه قربت تخلص، عايزه ابقى اشتري برضو، لان المستردة من الاساسيات اللي ما بستغناش عنها، يعني بحب احطها في توابل الدجاج، بحب احطها في خلطات الدجاج كلها عموما، يعني لو بعمل تتبيله، لو بعمل اي تتبيله عموما لازم احط مستردة، فهي جميله برضو مع الكفته ومع الحواوشي. جربوا بس الطريقه دي ومش هتندموا، هتعجبكم قوي. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، واهم خطوه ان انت تسيبي الحواوشي شويه، او تسيبي عجينه الحواوشي او الكفته عموما، اي عجينه من دي هتعمليها لازم تسيبيها في الثلاجه شويه ترتاح. طيب ليه بتعملي كده؟ علشان المكونات كلها تشرب من بعضها، وبيبقى طعمها احلى لما بتيجي تستخدميها. كده المكونات كلها تعتبر اندمجت مع بعض، بس طبعا لازم بتقلبيها برضو بايدك كده، بتبداي تعجني المكونات كده مع بعض علشان تبقى متماسكه ومندمجه مع بعض. انا بس بقلبها كده بشكل مبدئي بس بالمعلقه، وبعد كده هعجنها بايدي لما اجي ان انا احشي كده اكون جهزت العيش. طبعا العيش زي ما قلت لك لازم يكون بيتفتح او تعرفي ان انت تفتحيه، يعني ما يكونش كان سخن مثلا وانت لميتيه كله على بعضه، لان هيبقى كده معجن للاسف ومش هتعرفي ان انت تفتحيه او تستعمليه. طيب لو ما عندكيش عيش يبقى هتعملي عجينه، العجينه هتبقى ميه دافيه تدوبي فيها كيس خميره، وهتحط لها نص معلقه سكر، وبعدين هتنزلي بالدقيق بعد ما الخميره تكون اشتغلت كده، تنزلي بالدقيق لحد ما يبقى معاكي عجينه طريه متماسكه.
ما تكونش بتلزق، يعني تكون طريه بس مش بتلزق. بعد كده هتبداي تدهني الصواني زيت، وتبداي تشكليها على هيئه كور، وبعدين كل كوره دي تفرديها وتحطي الحشوه فيها وتبداي تقفليها كده. بصوا انا بحب اعملها يعني على هيئه نص رغيف، بس انتوا لو عايزين تعملوها على هيئه رغيف كامل او على شكل مدور، يبقى هتفردي كوره تانية وتحطيها على الوش، وتبداي تقفلي العجينتين على بعض او الطبقتين على بعض كده من الجنب بشوكه او بايدك. هنحشي بقى العجينه كده في العيش، او هنحشي الخلطه بتاعه الحواوشي في العيش زي ما انتوا شايفين اهو. وهبدا افرد الخلطه كده، يعني ما تكونش عاليه قوي وما تكونش قليله قوي، يعني يا دوب تبقى مفروده مظبوط في العيش علشان تستوي وفي نفس الوقت العيش ما يتحرقش. وكمان درجه الحراره مهمه جدا، درجه الحراره ما تكونش عاليه قوي ولا واطيه قوي. لو واطيه قوي العيش هيعجن والحواوشي مش هيستوي، ولو هي عاليه قوي اللحمه مش هتستوي والعيش هيتحرق بسرعه. فلازم تخليها على درجه حراره هاديه، ممكن 160، وما بياخدش اكتر من 10 دقايق في الفرن وهتلاقيه مستوي. جهزت هنا كده الصينيتين زي ما انتوا شايفين، وهسويه في الفرن. طبعا الفرن لازم يكون سخن قبل ما تحطي فيه الحواوشي، ولو هتسويه على الفحم يبقى يا سلام، تبقي برضو مسخنه الشوايه وتحطيه على الشوايه على طول. زي ما قلت لك هو اسرع حاجه، ما بياخدش 10 دقايق وبيكون مستوي. هنقدمه كده بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم شكله روعه، العيش مقرمش واللحمه مستويه جدا جوه، بجد حاجه تحفه. يعني بعمل جنبه كمان ميه سلطه، بتبقى عباره عن سلطه عاديه خالص بس بقطعها صغنن جدا جدا، وبقطع عليها بصلايه وبكتر لها الليمون وبحط عليها شويه ميه وشطه، وبحطها في كوبايات كده وبقدمها جنبه بألف هنا وشفا. وطبعا طبق المخلل ما يتنسيش، هي دي احلى اكله حواوشي هتعجبكم جدا. وما تنسوش تجربوا الطريقه دي وتدعوا لي. مع الف سلامه.